السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض صينية الفراخ التحفة ديت بجد. طعمها كان حلو قوي، لونها تحفة، تشرفك في أي عزومة. يعني التتبيلة جميلة جدا جدا، الصوص اللي نازل منها خطير. تعالى كده نسمي الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما تنسوش اللايك، لأن اللايك هو اللي يعني بيرفع الفيديو وبيوصله لناس كتير جدا. فياريت تدعموني باللايك فضلا وليس امرا. وتعالى نسمي الله كده ونشوف معانا ايه الفراخ بتاعتنا. بسم الله. دي كمية الفراخ اهي، دول فرختين قطعتهم كده على 5 قطع، كانوا ما شاء الله كبار يعني. حطيت عليها ملح وهحط عليها الليمون كده، مش هحط حاجة تانية، وهتبلها ومش هحط كمان مية. انا هتبل على الناشف، اي دم فيها اي زفارة بتطلع منها خالص. بجد بتبقى جميلة جدا بدون اي اضافات تانية يعني. ليمون والملح يعني قادر ان هو يطلع اي زفرة واي دم واي حاجة في الفراخ، يخليها لك كده بيضة قشطة كده يعني. بجد اي حاجة فيها، لو بصي في العظمة كده تمسكي الليمونة وتدعكيها فيها، ما بتخليش بصي لا دم ولا في اي حاجة خالص. بصي تخلصي كده تتبليها، هتبلها كده واشرب الملح والليمون فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. وهسيبها حوالي ساعتين. الوقت اللي عندك سيبيها، يعني لو نص ساعة كمان كفاية. معايا هنا بصلتين كبار قطعتهم طرنشات، 4 طماطمات أو 5 كده قطعتهم طرنشات. جزر وفلفل ورق لوري. وهنا ملح وفلفل بابريكا كمون كزبرة وكاري وكركم على بعض. ومكعبين من المرقة. تمام، ديت تبقى التتبيله بتاعتنا. وعندي مكون تاني ده مش اساسي، يعني دي التتبيله الاساسيه. وممكن تضيفي لها معلقه من الصلصه لو انتي حابه تزودي الطماطم شويه فيها يعني، وتخلي الصوص بتاعها اعلى. معلقه كده من الصلصه، يعني برضو تطلع حلوه معاكي. ده صوص الباربيكيو دوت حسب. لو عندك مش عندك، مش لازم، مش اساسي في الوصفه يعني. الوصفه الاساسيه التتبيله الاولانيه كلها، صوص الباربيكيو ده مش اساسي فيها. تمام، قلبتها بالشكل دوت، دعكتها كويس جدا جدا كده. وهنجيب كده الصينيه اللي احنا هنحط فيها التتبيله بتاعتنا. الجزر بيدي تسكيره حلوه جدا جدا، وبيخلي الفراخ مسكره وطعمها حلو قوي. هنحط كده التتبيله جزء منها. ونقيت الجزر اكتر حاجه يعني، حطيته كله تحت كده. شطفت الفراخ شطفه حلوه كده ورصيتها زي ما انتم شايفينها، نظيفه جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وممكن تعملي فيها فتحات عشان تشرب معاكي التتبيله لو انتي حابه، بس انا ما عملتش فتحات المره دي. هنحط التتبيله وندخل تحت الجلد كده زي ما انتوا شايفين، ومظبطاها كلها ومشرباها من التتبيله بتاعتها. محطتلهاش بصوا اي حاجه تانية. هي كده بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بجد حلوه جدا، ريحتها كانت خطيره. وقبل ما تخش الفرن كمان كانت ريحه التتبيله حلوه قوي. هندخلها الفرن كده ونحطها بقى على نار عاليه ومش بولع من فوق. لو حبيتي تولعي تحمري زياده ولعي قبل ما تطلعيها بس. وكده كانت استوت على الصهد بتاع الفرن وهو والع من تحت، ما ولعتش من فوق نهائي. وديت كانت شكل الفراخ بعد ما طلعت. طعمها حلو قوي، النكهة بتاعت التتبيلة جميلة جدا. وتحميرتها وكل اللي فيها كان حلو. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وتطلع معاكم خرافة احلى من ما انا طلعت معايا كمان. دي للبنات المبتدئة اللي لسه عرايس جداد كده. جربوها ان شاء الله تطلع معاكم خطيرة جدا جدا. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. استنوني في فيديو جديد، مع السلامة.